نجحت الحمد لله. ونسيني ليه نجحت، وكل الاغاني تقريبا الناس حباها. احساسك انت ايه بعد نجاح السنه دي وحفلات الصيف اللي عملتيها ناجحه جدا وحفله مارينا الهايله؟ دايما بتمنى من ربي انه يوفقني اكثر واكثر، واكيد سعيده لانه من خلال سنه كامله مثل ما هي تعب، ومش بس التعب الجسدي، هو التعب الهون، التفكير كيف بدك تعمل اشياء حلوه، وكل سنه احلى من سنه. فهالشيء كثير عم يرهقني كثير، والحمد لله انه الله عم بيعطيني ويوفقني اكثر واكثر، وخاصه كاسات الليالي. يعني انت كنت متوقعه نجاح الليالي كده؟ ما بعرف، يعني دايما كل عمل بدي نزله على الاسواق دايما بحس بخوف، بس بحس كمان بنفس الوقت انه الله كبير، الله رح يعطيني عقد نيتي، عقد ما انا تعبت، عقد ما حريصه انه اقدم اشياء حلوه للناس. شفت قد ايه كان الشعب المصري معاكي بيغني غنوه بغنوه والله. حرف بحرف. يعني دايما بيقولوا القلوب شواهد، القلوب شواهد، يعني لانه انا بحبكم انتم بتحبوني. تقولي لهم ايه دلوقتي؟ انا بحبكم كثير كثير كثير، وبحب لكم حبك بعيوني مكتوب، بسمع صوتك بالهمسه مثل السكر عم بدوب، كملت السحر بلمسه. حبك بعيوني مكتوب، بسمع صوتك بالهمسه مثل السكر عم بدوب، كملت السحر بلمسه. عطر ايامي وحدك عمري، وحدك عمري وغرامي، ساكن قلبي، ساكن قلبي واحلامي، ساكن قلبي واحلامي، وبكل حواسي الخمسه. دايما النجاح بيحصل فيه بعديه غيره ومشاكل وحاجات كتير بتحصل. المجلات كتبت ان في خلافات ما بينك وما بين مطربات تانية. عاوز اعرف رايك انت ايه؟ انا بالنسبه لإلي معروف عني قديش انا ما بحب المشاكل، وما بحب اتهاجم مع حدا، وما بحب اذي حدا. دايما بقول الله يسامحهم، لانه كل شخص بيحاول انه يأذيني او يحول غيرته لمثل معركه فنيه، فأنا بقول الله يسامحه، وبالنهاية التوفيق من عند الله، والله كاتب التوفيق للكل. أنا ما رح آخذ كل شيء من هالدنيا، الله مقسم الأرزاق للجميع. وبالنهاية إذا في شيء فنانة أو فنان تهاجم على نوال الزغبي، بتكون هيدي مشكلته لإله، مش مشكلتي، لأنه أنا بالنسبة لإلي ما في شيء غلط تجاه حدا، بحبهم كلهم، بحترمهم لكلهم، وبتمنى التوفيق للكل. وبالنهاية سبق وقلت هيدي نفسيتي، ودايما بحترم الآخرين. واللي بيقول عنده مشكلة مع نوال الزغبي، نوال الزغبي بتقول له أنت ما عندك مشكلة معي، أنت عندك مشكلة مع حالك. لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، بس يهمني إني أبقى صحيح شغلة، أبقى صحيح شغلة ولا بيهمني. نحن معكم من لبنان. نقطة الضعف اللي موجودة عند نوال الزغبي، اللي أقوى حاجة عندها يعني بتضعف قدامها، إيه هي؟ طفل. يعني بتلاقيني إذا لقيت طفل مثلا يتيم أو طفل بدون مدرسة هيك بالشارع عم ببيع علكة أو ورق يناصيب، بتحسني لا شعوريا اتخذت وزعلت وحزنت، لأنه هذا جيل المستقبل، هذا لازم الجيل اللي يطلع مثقف ومعلم، وقديش هالطفل بيبقى بحاجة لحنان ولرعاية بقى. وإذا بلاقي طفل مش عم ياخد هالرعاية هيدي، بحزن كتير كتير، بحزن، لأنه بحس وهو فعلا إنه الطفل بيجسد البراءة، وبحسه ملاك. عمري اللي جاي وعمري اللي كان
بتزعلي لما يقولوا نوال الزغبي فساتينها حلوه، مكياجها حلو، بتعمل ستايلات شعرها؟ اكيد ما بزعل. يعني لا يعني ساعات في ناس بتحاول تفضل دول عن الموهبه او الصوت. بدي اقول لك شغله، انا لي حوالي 8 سنين بالفن، آه. وكل سنه عم بنجح اكثر واكثر. بتصور لو ما في الموهبه الحقيقيه والصوت الجميل والجيد ما كنت استمريت لهلا. ما كانش ده 20,000 يقولك في الحفلة. وإذا الله خلقني إنسانة عندها قبول، ما بدي أقول لك شيء تاني، والناس بتحبها وبتنطر حضورها، هيدي نعمة، لأنه مش كل إنسان عنده إياهم، ومش كل إنسان الناس أول ما بتشوفه بتحبه وبتستلطفه وبتحب تشوفه كل مرة. وأنا لا بتشكر ربي على هالنعمة. لما الناس قالوا انك جاي شفت انا لويت ازاي، شفت انا لويت ازاي. الإعلان أفاد نوال الزغبي ولا ضرها؟ بتصور فادني، لأنه انشغل صح، وخاصة مع شركة انترناسيونال مهمة وعالمية، وعرفنا كيف اشتغلنا صح. وأنا كنت أرفض كتير الإعلانات، بس مع هاي الشركة أكيد كل واحد بيتمنى إنه يعمل إعلانات لإلها، ومثل ما فادت نوال الزغبي كمان أنا فدتها. وحتى مش بس على سبيل الإعلانات، مواكبة حفلات، وصار حفلتين كتير كبار بمصر، وأقل حفلة يكون فيها 17,000 و20,000 شخص، ومن هون بتعرف إنه نجحت بالإعلان. بتحبوا نوال؟ قوي؟ مصر اللي بحبها انا، مصر اللي بحبها انا. ساكن بقلبي وروحي، انت البلسم لجروحي، ساكن بقلبي. انت حياتي، انت حياتي وغرامي انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا. لا 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 لا. ألبومات كتير نزلت لمطربين زملاء، مظبوط؟ مظبوط. عجبك أنهي ألبوم أو أنهي غنوة سواء لراجل أو لست؟ بصراحة هاي السنة شدت أعمال كتيرة، وأعمال معظمها ناجحة. بخلاف نوال الزغبي يعني. ممدوح. آه. أكيد عجبني كتير أعمال، وبصراحة كتار يعني، وأنا سعيدة إنه كان في عدد كبير من الأعمال حلوة وجيدة ونجحت. ما لفتش نظرك غنوة معينة؟ وكتير لفت لي انتباهي كتير، يعني بتحب أكثر من أغنية، يعني مثلا أغنية حبيبي ده كتير حلوة، أغنية عمرو العلي ملا ولا العلي كله؟ ملا، حبيتها كتير، ومحمد منير، جورج وسوف، عاصي الحلاني، يعني كم، ومطربات سميرة وانت عجبني لوحدك كتير كده ما بتدندنيش الكاسات أي غنوة؟ تبعولها. لوحدك من اللي انت قلتيهم دول؟ جيب من الآخر.